اليوم أود أن أتحدث إليكم عن إجراء يعرف باسم يورسيد بي أو تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار الرجعي. يتم إجراء هذا الإجراء للمرضى الذين يعانون بشكل رئيسي من اليرقان الانسدادي المعروف أيضا باسم اليرقان الركودي، والذي قد يكون اضطرابا في القناة الصفراوية. يمكن أن يكون ذلك ناتجا عن حالات شائعة مثل وجود حصوة في القناة الصفراوية أو تضييق في القناة الصفراوية المشتركة. باستخدام هذا الإجراء نستخدم منظارا يتم تمريره عن طريق الفم ويمر عبر المعدة إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة المعروف بالاثني عشر. يتم قسطرة القناة الصفراوية المشتركة، ويتم علاج هذه الحالة إما بإزالة الحصوة أو بوضع دعامة في التضيق. يمكن أيضا إجراء هذا الإجراء لحالات البنكرياس المعروفة بحصوات قناة البنكرياس أو تضيق قناة البنكرياس. بالإضافة إلى ذلك، نقوم أيضا بعلاج الأورام الخبيثة الشائعة في القناة الصفراوية وكذلك قناة البنكرياس عن طريق وضع دعامة في هذه الحالات باستخدام أنبوب بلاستيكي أو أنبوب معدني يعرف بالدعامة. يتم إجراء هذا الإجراء بشكل رئيسي كإجراء نهاري تحت تخدير خفيف، مما يساعد المريض على التعافي بشكل أسرع واستئناف حياته اليومية في أسرع وقت ممكن.